بنسمع كتير في قصص الرعب كلمة كنز ملعون. طبعا الكلمة دي بتكون مرتبطة بكنز عليه لعنة، وأي حد بيحاول يقرب منه فأكيد هيخسر حياته. أغلب قصص الكنز بتكون متعلقة بالفراعنة، فدايما الفراعنة بيكون عندهم كنوز كتيرة جدا، بس بيكونوا مأمنين الكنوز بتاعتهم دول وحاطين لعنات عليها علشان أي حد يقرب منها فساعتها يخسر حياته وما يقدرش يفوز بالكنز اللي بيكون ملك للفراعنة دول. بس تعرفوا بقى إن في أماكن تانية في العالم في كنوز ملعونة وموثقة تاريخيا بالأسامي وكمان بالتواريخ. قصة النهاردة هتكون عن الكنز الملعون اللي موجود بداخل كندا في جزيرة اسمها البلوط. الكنز ده حرفيا حير علماء كتير، وكانوا بيسألوا نفسهم مين اللي حط اللعنة على الكنز ده، وهل لعنته فعلا حقيقية بنسبة 100% ولا لأ. فيديو النهاردة هيكون شيق جدا ومليء بالأسرار، فقبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا اشتراك في القناة علشان يوصلكم مننا كل القصص الجديدة. جزيرة أوك أو جزيرة البلوط تعتبر من أكتر الأماكن الخلابة بداخل كندا، فالجزيرة دي حرفيا مليانة بالمناظر الطبيعية اللي هتخليك تنبهر جدا أول ما تشوفها. بس للأسف الحلو ما بيكملش، والجزيرة دي وراها قصة حزينة جدا وفي نفس الوقت مرعبة. وأكتر حاجة لفتت نظر ناس كتير إن الجزيرة دي بداخلها كنز ملعون. ناس كتير حاولت إن هي توصل للكنز، بس في كل مرة حد بيحاول يوصله كان بيفقد حياته وما بيقدرش يوصل لأي حاجة. الجزيرة دي تقع على بعد 200 متر من الشاطئ الجنوبي تبع مقاطعة نوفا سكوشيا في مدينة ويننجبورج اللي موجودة بداخل كندا. قصة جزيرة أوك بتبدأ في عام 1795. في الوقت ده كان في شاب اسمه دانيال ماكيدنز. دانيال في يوم من الأيام كان موجود في البيت اللي بيمتلكه والده ووالدته، وكان معاه 2 من أصدقائه جودي وأنطونيو. كان يومهم عادي جدا، بس فجأة أثناء ما كانوا موجودين في البيت بتاعهم شافوا أضواء غريبة فوق الجزيرة دي. وطبعا بما إن البيت كان قريب من الجزيرة فقدروا يشوفوا الأضواء دي بمنتهى البساطة. هنا بقى الفضول أخد دانيال وقرر إنه يروح هو وأصحابه الاتنين علشان يعرفوا مصدر الأضواء دي إيه. وطبعا أول لما وصلوا هناك كانت الصدمة، لأنهم شافوا مكان الأضواء حفرة كبيرة جدا كانت محفورة وبعدها اتردمت، وكان واضح جدا إن حد حفرها علشان يخبي حاجة وردم عليها. في الوقت ده دانيال جه في دماغه اعتقاد غريب، وقال إن أكيد اللي عمل كده هو مجموعة من القراصنة، وقالوا إن المكان ده أكيد مليان بأموال القراصنة اللي خبوها هناك. دانيال وأصدقائه قرروا في الوقت ده إنهم لازم يحصلوا على الكنز اللي بداخل الحفرة. بس طبعا بما إن في اليوم ده الجو كان بالليل فقالوا إن إحنا نستنى للصبح وبعد كده نقدر نتصرف كويس. فعلا دانيال وأصحابه الاتنين استنوا لحد لما النهار طلع، وبعدها راحوا تاني للمكان اللي فيه الحفرة وابتدوا يحفروا بإيديهم واحدة واحدة لحد لما وصلوا عند عمق 3 متر. هنا بقى شافوا حاجة غريبة جدا أكدت لهم إن المكان ده أكيد فيه كنز. شافوا مجموعة كبيرة من خشب البلوط مرصوص بعناية جنب بعضه. فضلوا يشيلوا الخشب وهم فرحانين وقالوا خلاص إحنا وصلنا للكنز فعلا. بس الصدمة إنهم لما شالوا الخشب ده لقوا تحتيه ردم تاني، فابتدوا يحفروا مرة تانية لحد لما برضه وصلوا لعمق 3 متر وشافوا تاني مجموعة من خشب البلوط مرصوصة بنفس الطريقة. فضلوا يشيلوه وحاولوا يحفروا مرة تانية، بس هنا بقى اضطروا يقفوا لأن هم ما كانش معاهم معدات علشان يقدروا يحفروا بيها، وخافوا الحفرة تنهار عليهم. فقرروا إنهم يرجعوا يردموا الحفرة دي ويمشوا خالص لحد ما يفكروا كويس هيقدروا يعملوا إيه ويحصلوا على الكنز إزاي. الغريبة بقى إن دانيال وأصحابه ما تصرفوش بسرعة واستنوا 8 سنين لحد ما وصلوا العام 1804. هنا بقى قدروا يقنعوا شخص غني جدا بإنه يأجر شركة كاملة تكون مستعدة أتم الاستعداد إن هي تجيب أدوات حفر وتحفر بداخل الحفرة. وطبعا أقنعوا الشخص الغني ده وقالوا له إن الحفرة جواها كنز كبير، وإن إحنا لو قدرنا نطلعه فهنتقاسم فيه وكلنا هيبقى معانا فلوس ملهاش عدد. الشخص قدر يقتنع فعلا، وفي عام 1804 حاول إنه يتصرف ويحفر بداخل الحفرة دي. شركة الحفر ابتدت تحفر من بعد المكان اللي وقف عنده دانيال وأصحابه. الغريبة بقى إن هم كانوا كل لما يحفروا ويعدوا 3 متر
يلاقوا نفس الخشب اللي مرصوص جنب بعضه، يحاولوا يشيلوه ويحفروا تاني، وبرضه على بعد 3 متر يلاقوا نفس الحاجز الخشبي. فضلوا على كده كتير جدا لحد ما اخيرا وبعد ما وصلوا لعمق واطي جدا بداخل الحفره الموضوع اختلف، وقدروا يشوفوا على جدران الحفره دي فحم وكمان الياف من ثمره جوز الهند. هنا بقى دانيال واصحابه وكمان الشخص الغني اتاكدوا ان الحفره دي جواها كنز، لان الادوات دي كانت بتستخدم وقتها لحفظ الكنوز اساسا، فبما انها موجوده في الحفره دي فهم كده قربوا جدا من الوصول للكنز. الشركة اتحمست جدا وفضلوا يحفروا، بس الغريبة بقى انهم ما وصلوش لأي حاجة، وبعد عمق كبير ما لقوش غير قطعة حجر كبيرة مكتوب عليها كلمة غريبة بلغة مش مفهومة. هنا بقى قرروا يوقفوا وقالوا ان تكلفة الحفر اتكلفت كتير جدا، وان هم كده كده مش هيقدروا يوصلوا لأي حاجة من بعد لما لقوا الحجر الغريب ده. بس في مقولة تانية بتقول ان هم وقفوا الحفر بسبب عاصفة شديدة اشتغلت وقتها، وطبعا بعد ما وقفوا كل حاجة جه لغز جديد وهو لغز الكلمة الغريبة اللي موجودة على الحجر. جابوا علماء آثار مخصوص علشان يترجموا الكلمة دي، وبعد عذاب قدروا فعلا يترجموها ولقوا معنى الكلمة بيقول ان على بعد 40 قدم في 2 مليون قطعة ذهب مدفونين جوه الحفرة. طبعا الشركة أول لما عرفت مضمون الرسالة اتحمست جدا وقررت إن هي ترجع تاني وتكمل حفر على أمل إن هي تلاقي الذهب، وفي الحقيقة إن هي لقت ذهب فعلا، وبعد ما حفرت شوية لقت مجموعة كبيرة من القطع الذهبية. طبعا اتحمست أكتر وقالت بقى إيه، إحنا لازم نكمل حفر. وكانوا كل ما بيكملوا كل لما بيلاقوا ذهب أكتر، لدرجة إن الشركة دي بقت تحفر بال24 ساعة، ما كانتش عايزة توقف خالص علشان يقدروا يلاقوا كل الكنز اللي موجود في الحفرة. وطبعا الكنز ده كان كبير جدا زي ما مكتوب في الرسالة. وفي يوم من الأيام الشركة وقفت شوية علشان العمال بتوعها يرتاحوا، وهنا بقى حصلت حاجة قلبت كل الموازين. ففي يوم من الأيام عامل من العمال فضل يصرخ ويقول إن الحفرة غرقت والمية غرقتها وهنموت كلنا. طبعا ما كانش في إيديهم يعملوا أي حاجة، بس الشركة اتصرفت بسرعة لأن هي ما كانتش عايزة تخسر الكنز، وجابت مضخات بتشتغل بالبخار وابتدت تسحب كل المية اللي موجودة في الحفرة. وفعلا ابتدت المضخات دي في سحب الميه، بس للاسف واحد من العمال اللي كانوا شغالين مع الشركه دي مات بسبب ان المضخه انفجرت فيه. هنا بقى الشركه يأست، خاصه كمان لما لاحظوا ان هم كل لما بيسحبوا الميه من الحفره كانت بتزيد وما كانتش بتنتهي خالص، وطبعا الحفره كانت غرقانه ميه وما كانوش قادرين يوصلوا للكنز، فيأسوا ووقفوا خالص، وفضلت الحفره دي مليانه بالميه لمده 40 سنه كاملين. وبعد الفترة الطويلة دي شركة تانية كانت عارفة بموضوع الكنز قررت ان هي تروح عند الحفرة وتحفر فيها علشان توصل للكنز. والشركة دي كان عندها ادوات احدث بكتير من الشركة اللي قبلها، وكان كمان عندها مضخات مية تقدر تسحب المية وكانت احدث بكتير، علشان كده كانوا قادرين يخلصوا شغلهم بمنتهى البساطة. بدأوا بمنتهى الحماس وهم متأملين انهم هيلاقوا الكنز اخيرا، بس الصدمة بقى والشيء اللي حير ناس كتير ان واحد من العمال اللي كانوا شغالين هناك بعد يومين بس من الشغل مات وهو مقتول، والسبب غامض ومفيش اي حد يعرفه. علشان كده الشركة اتشائمت جدا ووقفت شغل، وبرضه الحفرة فضلت غرقانة بالمية لمدة 4 سنين. وبعد ال4 سنين دول في عام 1849 الشركة دي قررت ان هي ترجع تاني وتجرب تحفر في الحفرة وتلاقي الكنز، لان طبعا موضوع الكنز ده كان مغري جدا بالنسبة لهم وكانوا مصممين ان هم يعثروا عليه. علشان كده بدأوا شغل وجابوا برضو مضخات مية كانت احدث شوية وابتدوا يشفطوا بيها كل المية، لدرجة ان هم فضلوا لمدة اسبوعين كاملين بيشفطوا في المية دي لحد ما فعلا نجحوا والحفرة ما بقاش فيها ولا نقطة مية. هنا بقى قرروا يوقفوا ويرتاحوا شوية لمدة يوم بس، والصدمة ان بعد اليوم ده حصلت حاجة خلت الجميع في حالة حزن. اللي حصل بعد كده ان الحفرة بعد يوم واحد بس رجعت اتملت تاني بالمية، كانت غرقانة على اخرها زي ما يكونوا ما عملوش اي حاجة. طبعا الشركة كانت في حالة احباط بعد ما فضلوا اسبوعين كاملين شغالين وقدروا يوصلوا فعلا بانهم سحبوا المية كلها ترجع تاني وتتملي. هنا بقى قرروا انهم يدوروا على فكرة تكون ذكية شوية يقدروا يحفروا بيها وفي نفس الوقت يسحبوا المية،
فجابوا حاجه عامله زي البريمه، والبريمه دي عباره عن ماسوره طويله، ماسوره مجوفه من جوه وعلى الطرف بتاعها سنون. السنون دي يقدروا يحفروا بيها بمنتهى البساطه، والماسوره تقدر تشفط الميه وتطلعها من الناحيه الثانيه، لان هي متوصله بمضخه تطلع الميه بمنتهى البساطه. وهنا بقى الميه هتطلع وتتحول لطينه. بعد لما البريمه دي هتحول الميه لطينه، في مصفى كبيره جدا هتكون موجوده، فكل حاجه هتطلع من الحفره هتنزل في المصفى دي، ولو في اي قطع ذهبيه هيقدروا يلاقوها بمنتهى السهوله. الشركه فعلا بدات في الفكره العبقريه بتاعتهم، وكل حاجه طلعت من الحفره كانت بتدخل في المصفى. هنا بقى لقوا حاجه غريبه جدا، لقوا تاني قطعه من خشب البلوط مفرومه وموجوده جوه المصفى. قدروا يفهموا ساعتها انهم قربوا يوصلوا للكنز واتحمسوا وابتدوا يشتغلوا زياده. بس بعد فتره كبيره لقوا حاجه اغرب بكتير، لقوا خشب تاني، بس المره دي كان من نوع الخشب اللي بيستخدم في صناعه التوابيت. وبعد فترة قصيرة جدا الشركة شافت حاجة خلت الدم ينشف في عروقها. شافت ساعتها آثار لجثة متحللة مرمية جوه المصفى، وطبعا الجثة دي كانت طالعة من جوه الحفرة. الغريبة بقى انهم قدروا يلاقوا مع الجثة سلسلة ذهبية. طبعا قدروا يفهموا ساعتها بمنتهى البساطة ان السلسلة دي اكيد صاحب الجثة هو اللي كان لابسها. خافوا جدا، بس على الرغم من كده صمموا وبرضه كملوا حفر. بس مع الوقت ابتدت تواجههم مشاكل كتيرة اثناء ما كانوا بيحفروا جوه الحفرة. هنا بقى قرروا انهم يوقفوا، وقالوا ان المشروع ده كده كده فاشل، وان هم بيتكلفوا تكلفة عالية جدا وما بيلاقوش اي حاجة. ولمدة سنتين الشركة فضلت موقفة حفر، وفي عام 1851 رجعت تاني نفس الشركة وقررت ان هي تكمل حفر في الحفرة، وجابت برضو المضخات علشان تطلع بيها المية يقدروا يلاقوا الكنز. بس برضو الحفرة ما كانتش بتنتهي خالص، وكل ما كانوا بيخرجوا المية الحفرة تاني وترجع تتملي بالمية. هنا بقى وقفوا خالص الموضوع ده وما رجعوش يجربوه مرة تانية، ونسوا تماما فكرة الكنز وفكرة المشروع ده من أساسه. من بعد اليوم ده وفي محاولات كتيرة جدا لشركات تانية حاولوا انهم برضو يحفروا جوه الحفرة ويلاقوا الكنز، منهم محاولة في عام 1859 ومحاولة تانية في سنة 1867 ومحاولة تالتة واللي كانت من أشهرهم في عام 1889. هنا بقى قرروا يعملوا حركة ذكية جدا ويحفروا حفرة جانبية جنب الحفرة دي علشان يقدروا يلاقوا الكنز بمنتهى البساطة. بس الغريبة ان الحفرة دي اول لما اتحفرت خرج منها غازات سامة موتت عامل من العمال. مش بس كده، دي برضو الحفرة الجانبية اتملت بالمية، ومهما حاولوا انهم يشيلوا المية دي ما كانتش بتتشال خالص، والحفرتين كانوا حرفيا غرقانين بالمية. محاولات ما وقفتش لحد كده، وفي محاولة رابعة في عام 1897 برضو جابوا بريمة وحطوها جوه الحفرة علشان يقدروا يدوروا على الكنز ويلاقوه بمنتهى البساطة، وما قدروش برضو يلاقوا أي حاجة إلا بعد فترة طويلة جدا. قدروا يلاقوا بعض العملات الذهبية بس ما كانتش كتير خالص. كملوا حفر لحد لما وصلوا عند رسالة، بس للأسف بسبب المية الرسالة دي كل الكلام اللي جواها كان سايح وما قدروش يفهموا أي حاجة، وده السبب اللي خلاهم يوقفوا حفر. وعلى مدار سنين كتير في محاولات تانية اتعملت لحد ما في محاولة مشهورة جدا كانت سنة 1965. ففي شركة أخذت تصريح من الحكومة الكندية وجابت مضخات حديثة جدا شفطت حرفيا كل المية اللي جوه الحفرة. وبعد لما وصلوا عند آخر حبة مية جابوا البريمة علشان هي اللي تشفط آخر شوية مية، وفعلا عملوا كده. بس الغريبة بقى ان هم اصطدموا بهيكل حديدي وما قدروش يكسروه ولا يعملوا فيه اي حاجة، وطبعا بسبب الموضوع ده وقفوا تماما. مش بسبب كده وبس، دي كمان كان في حوادث بشعة حرفيا حصلت لعمال كتير من اللي كانوا شغالين في الشركة. وطبعا بما ان الموضوع كان فيه خطورة رهيبة محدش قدر يكمل، وكمان مفيش شركات تانية حاولت ان هي تجرب تحفر جوه الحفرة دي او حتى تدور على الكنز. من ضمن الحوادث المرعبة اللي حصلت بسبب الكنز ده الحادثة اللي حصلت لرئيس البعثة الاستكشافية اللي كان اسمه روبرت. فوهو بيدور على الكنز في يوم من الأيام لقى ابنه اختفى خالص، ولما دور عليه لقاه ميت وجثته كانت مرمية وبتطفو على المية بتاعة الحفرة دي. طبعا اتصدم وما كملش أي حاجة في اللي كان بيعملها. بعد كده في 2 من العمال تاني ماتوا، ولما شرحوا جثثهم قدروا يعرفوا ان هم ماتوا بسبب الغازات السامة اللي
جوه الحفرة. علماء كتير من ضمنهم علماء الآثار حاولوا يبحثوا عن الموضوع ويعرفوا ايه سر الحفرة الغريب ده، لحد ما قدروا يعرفوا ان هي بتتملى بالمية بسبب عبقرية اللي صنع الحفرة دي، لان اللي حفرها قدر يوصلها بقنوات كتيرة جدا متصلة بالبحر حوالين الجزيرة، فمهما حاولت تحفر في الحفرة وتسحب المية هتلاقي القنوات دي بتملى الحفرة تاني وما تقدرش تسحب المية دي بأي طريقة. وبرضه لو حاولت تسد القنوات دي فهتلاقي قنوات تانية برضه هتملى لك الحفرة مية. فهنا بقى اللي عمل الحفرة كان قاصد بنسبة 100% ان مهما حاولت ومهما عملت ما تقدرش تلاقي الكنز ده خالص. وعلى الرغم من ان الحكومة الكندية بعد فترة ما بقتش تدي اي تصاريح ان حد يقدر يروح ويستكشف ويدور على الكنز ده، الا ان الحفرة دي فضلت لغز لحد النهاردة، ومجموعة كتير من الاسئلة بتتسأل حواليها. ومن اكتر الحاجات الغريبة انهم قدروا يعرفوا ان المعنى اللي كان مكتوب على الحجر اللي لقوه زمان ترجموه بانه مكتوب هتلاقوا 2 مليون قطعة ذهبية. العلماء قالت ان هو ليه معنى تاني خالص، والمعنى اللي كان مكتوب على الحجر هو لن ينسى الناس الرب، انا القسيس وسوف اصلي للجميع. والصدمة بقى ان هم لما دوروا في التابوت اللي لقوه قبل كده قدروا يلاقوا حاجات متعلقة، اول ديانة قبطية كانت موجودة في مصر. وطبعا الحجر ده كان بيرجع للمصريين القدماء، وهنا بقى كان لغز كبير جدا بالنسبة لكل علماء الآثار اللي بحثوا في الموضوع ده. بس الغريبة بقى ان في اساطير كتيرة بتقول ان الحفرة دي هي وقر الشيطان، وان القسيس اللي كان مدفون جواها كان بيحاول بقدر الامكان ان هو يحافظ على الشيطان جوه الحفرة. الغريبة ان مفيش اي اثبات بيقول ان الحفرة دي بترجع للمصريين القدماء، ولا حتى ان القسيس ده من ايام الديانة القبطية، علشان تفضل الحفرة لحد يومنا هذا لغز حير علماء كتير وحير كمان ناس كتير. واي حد بيسمع القصة دي حقيقي بيحتار، بس الشيء الاكيد ان الحفرة دي فعلا مات بسببها ناس كتير، وكل اللي ماتوا بسببها ماتوا بطرق غامضة.